كشفت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي عن عملية إعصار اليمن الثانية. وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في سلسلة تغريدات على تويتر عن تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة، وذلك ردًا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمه بحق الشعب اليمني. وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية ناصر الدين عامر في حوار مباشر مع قناة العالم إن عملية إعصار اليمن الثانية التي استهدفت العمقين السعودي والإماراتي جاءت ردًا على العدوان السعودي والإماراتي ضد الشعب اليمني. وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن الإمارات يجب أن تعاقب بقوة وبشدة لأنها كشفت عن وجهها الإجرامي.